السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا امارات؟ النهاردة وصفتنا وصفة سهلة خالص، بس لها تأثير كبير على كل الخضار اللي هيتعمل عليها. ودلوقتي هنسلق مع بعض اللحمة بطريقة سهلة جدا ومميزة جدا للمبتدئين. ودلوقتي انا هنا شطفت اللحمه وحطيتها في شويه ميه. انا هنقعها بس في الميه كده يا دوبك على ما الحله اللي على النار تغلي. انا حاطه حله على النار فيها ميه بتغلي، فيا دوبك المسافه دي بس كده على ما الميه تغلي، وهنشيل اللحمه من الميه اللي هي منقوعه فيها. ويفضل ان اللحمه ما تنقعش مسافه طويله. دلوقتي انا صفيتها من الميه اهو. يفضل انها ما تنقعش مسافه طويله عشان ما تفقدش قيمتها الغذائيه. ودلوقتي الميه غليت معانا، ودلوقتي انا هعمل معاكم اللحمه بنفس الطريقه اللي والدتي كانت بتعملها الله يرحمها. طريقه سهله جدا وبسيطه، وفي نفس الوقت هتقدري تحسي بطعم اللحمه، وكمان مش مدخلين عليها اي حاجه واي اضافات، فبالتالي هتحسي بطعمها وهتلاقي الشوربه بتاعتك رايقه وطعمها جميل جدا ومميز. الميه هنا بعد ما غليت بدات ان انا اسقط فيها قطع اللحمه اللي موجوده معانا. الفيديو دوت انا كنت مصوراه من فترة، هو وفيديو كمان كان المفروض ان انا هنزلهم في العيد الكبير، بس طبعا نظرا للظروف الصحية اللي مريت بيها فده اللي اخرني في تنزيل الفيديوهات. ودلوقتي انا هغطي عليها لحد ما تغلي، ومش هنزل معاها اي اضافات لان في حاجة كده تكية كده حابة ان الفت نظركم ليها واوريها لكم. وبصي معايا بقى كده يا مرايا بعد اللحمة ما غليت معانا، شايفة ما شاء الله ما فيش ريم عليها خالص ازاي دوت. ليه؟ لان احنا نقعنا اللحمه شويه يعني حاجه بسيطه، فطبعا الحبه اللي احنا نقعناهم فيها منعت ان يبقى فيه ريم في الشوربه. ودلوقتي هننزل ببصلتين متوسطين الحجم، ومعانا هنا فصين توم. التوم دايما كانت والدتي بتحطه بيمنع الزفارة بتاعت اللحمة والفراخ والحاجات دي، فدايما بنحطها على البروتينات. ودلوقتي معانا هنا عيدان من القرفة وفلفل اسمر حبيبات عشان الشوربة ما تبقاش معكرة معاكي ورايقة. ومعانا هنا حبهان، ولازم تفتحي الحبهان الاول قبل ما تحطيه. ومعانا هنا معلقة صغيرة من الجنزبيل. الجنزبيل بيمنع اي زفارة تبقى موجودة في اللحمة، وكمان بيقلل من امتصاص الدهون الموجودة للجسم. في الوقت دوت انت ممكن تضيفي معلقة صغيرة من السكر، بتخلي اللحمة تستوي معاكي بسرعة. ودلوقتي هننزل بورق اللورة ونغطي على اللحمة ونسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. وقبل ما نطفي عليها كده بربع ساعة او نص ساعة هنضيف ليها معلقة ملح كبيرة. ودلوقتي اللحمة تعتبر استوت. قبل ما نطفي عليها بقى كده هنضيف معلقة ملح كبيرة ونسيبها تغلي شوية معاها. وادي اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت وغرفناها، ما شاء الله الشوربة بتاعتها رايقة جدا وطعمها حلو وريحتها مميزة جدا، لان احنا ما ضفناش عليها اكتر من البهارات. والطريقة بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.